مشاهدين ومتابعين قناة الحدوتة في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم في حدوتة جديدة وفيديو جديد من حواديت قناتكم الجميلة قناة الحدوتة. بيبدأ الفيلم في سنة 1934 مع الرئيس كينيدي اللي لسه مبقاش رئيس وكان في الوقت ده مراهق، وفي يوم بيطلبوا مدرس الرياضة على المكتب، ومجرد ما بيوصل كينيدي وبيقفل الباب بيطلع المدرس مسدس وبيحاول يقتله، بس بيجي واحد مجهول وبيقتل المدرس قبل ما يلحق يقتل هو كينيدي. وبعد كده بنرجع على الوقت الحاضر سنة 2018. بيظهر اتنين في قابو بيطلعوا من جهاز غريب وبيكون معاهم كينيدي مغمى عليه، وبنفهم ان الجهاز ده آلة للسفر في الزمن. وبيجي واحد من الاتنين اللي خرجوا من الجهاز اسمه وايت، بيروح له اتنين من زمايله وبيقول لهم ان منظمة شريرة كانت عايزة تغتاله، علشان كده يضطر انه يجيبه هنا لحد ما يطمن ان المؤسسة دي مش هتعرف توصل له. بعد كده بيرجعوه ونعرف بعد كده تفاصيل اكتر عن المنظمة دي، واللي بيكون هي برضو عندها آلة سفر في الزمن، وبيرجعوا الماضي علشان يغيروا تسلسل احداث التاريخ. وكانت خططهم انهم يقتلوا كينيدي من صغره قبل ما يكبر ويبقى رئيس امريكا ويغيرها للاحسن. وبنعرف برضو ان وايت وزمايله هم منظمة تانية شغلها انها تصلح اللي بتعمله المنظمة الشريرة، وبيوعدهم وايت انه هيرجعوا لما يطمن انه هيبقى بخير. وهنا بيصحى كينيدي بيبدأ يسألهم هو فين وانتوا مين، وليه مدرس الرياضة بتاعه كان عايز يقتله. فعلشان يسكتوه قام وايت قايل له اننا منظمة حماية معينها باباك علشان نحميك، بس ده مش بيطمن كينيدي وبيخليه يسأل ويقلق اكتر. بس لحسن الحظ المنظمة دي فيها واحدة دارسة التاريخ، لوسي، وعارفة معلومات كتير عن كينيدي وعيلته، فقالت له معلومات كتير عن باباه خلته يطمن، وقالت له انه هيقابل باباه قريب جدا، ولحد من الوقت ده يجي لازم تستريح. وبيخرج الفريق علشان يسيبه يستريح فعلا، وبتروح لوسي تعمل له حاجات ياكلها، ولما بترجع مش بتلاقيه في الاوضه، وبيكون هرب من فتحات التهويه في الاوضه. ولو عايز تعرف ايه اللي حصل بقى بعد كده، روح اتاكد انك عملت اشتراك في القناه وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا، وتعالوا بينا نرجع نكمل. بيرجع الفريق كله يدور عليه في كاميرات المراقبه وكل الاماكن حواليهم، بس مش بيلاقوا له اي اثر، وبيكونوا محتاجين يلاقوه بسرعه قبل ما المنظمه التانيه تلاقيه قبلهم، اذا ما كانوش قتلوه اصلا، لان ده لو حصل هيغير كتير من احداث التاريخ، ومش هتقبل امريكا بالمهاجرين، وممكن ما تبقاش من اكبر الدول حاليا، وده ممكن يقوم حرب بين البلدان ومصايب تانيه كتير. بنروح احنا بقى لكينيدي اللي بيكون في محل صغير مبهور طبعا بكل تطور التكنولوجي اللي حواليه من كاميرات واجهزه وشاشات وغيره كتير. وبيروح كينيدي للكاشير وبيساله على كابينه التليفونات، فبيرد الكاشير ان الحاجات دي انقرضت ومش هتلاقيها غير في المتاحف دلوقتي يا ابني. فبيقلق كينيدي اكتر وبيفتكر انه مخطوف. بسبب قلقه وتوتره ده بيخلي الكاشير يديله تليفونه، وطبعا كينيدي هيتصدم تاني من الجهاز الغريب اللي ماسكه في ايده ده ومش بيعرف يستخدمه. بيلاقي مجله مكتوب عليها 2018. بيسال الكاشير عن التاريخ بتاع النهارده، ولما بيقول له التاريخ بيتصدم اكتر واكتر، وهو بقاله فتره عمال ينبهر بس. ولما بيسمع صوت عربيات بيخاف لانه مفكر الناس اللي كانوا خاطفينه هيلاقوه في اي وقت. فبيلاقي شويه مراهقين بيطلب منهم انهم يوصلوا معاهم، ولما بيقولوا له انهم رايحين لحفله بيقرر انه يروح معاهم وخلاص لاي مكان بعيد عن اللي خاطفينه، واحسن بكتير من انه يرجع لهم تاني. وفي الوقت ده بيكون الفريق التقني لسه بيدور عليه ومش لاقيين له اي اثر، فبيخافوا انهم يكونوا اتاخروا والمنظمه التانيه وصلوا له وقتلوه. بس بيختلف معاه زمايله انهم لسه فاكرين مين هو كينيدي، ده معناه انه بقى الرئيس في الماضي. ولما بيروح وايت في الفريق بتاعه يدوروا عليه في المحل، بيشك فيهم الكاشير انهم اللي خاطفينه، فمش بيقول لهم اي حاجه وبيهددهم انه هيكلم البوليس. ولما بتقول له لوسي ان الولد ده اخوها وانه تعبان بيصدقها وبيحكي لهم كل حاجه، وبيقول لهم انه رايح مع شويه مراهقين في عربيه حمراء، وانه سمعهم بيقولوا مكان معين هم رايحين يحتفلوا فيه. بعد ما يعرفوا التفاصيل دي كلها بيمشوا يدوروا عليه، وبيكون كينيدي مع صحابه الجداد بيقول لهم انه مسافر من الماضي وانه مخطوف من الناس وانهم بيجروا وراه، بس طبعا محدش بيصدقه. فجأة بيحس بوجع في معدته وبيقرر صحابه الجدد انهم ياخدوه على المستشفى. ولما وايت واللي معاه مش بيعرفوا يشوفوا العربيه بتاعت المراهقين، بيكلموا الفريق التقني بتاعهم يدوروا عليه في الكاميرات وبيبلغوه من العربيه غيرت طريقها. وهنا بتفتكر لوسي بسبب خبرتها في التاريخ ان كينيدي كان عنده مرض مزمن وكان لازم يروح المستشفى بانتظام، ومن الطريق اللي اخده ده لازم يكونوا راحوا للمستشفى اللي فيه الناحيه دي من المدينه، وبيروحوا على هناك على طول. وبنروح لكينيدي اللي في المستشفى فعلا ولسه مستغرب من الادوات الطبيه اللي حواليه، بس اخيرا لقى ليها فايده بانها عالجته من وجع بطنه نهائيا. وبتدخل عليه صاحبته الجديده وبتقول له انهم اتاخروا عن الحفله بتاعتهم بقى، وعلشان كده لازم انهم يمشوا بسرعه يلا بينا، وطلبت منه رقم حد من اهله عشان يجي ياخده. فبيبص لها وعينه بتدمع وهيخليها توعده انها مش هتقول لحد الكلام ده، وبيقول لها انه اتخطف من سنه 1934 وجه هنا في آلة زمن. طبعا هي ما صدقتش وقالت ان دي هلوسه بسبب الادويه اللي لسه واخدها، وبتقرر
انها تاخده معاهم في الحفله. وفي الوقت ده بيوصل وايت وفريقه للمستشفى وبيعرف الاوضه اللي نازل فيها كينيدي وبيطلع بسرعه لهناك. وقبل ما يوصل الاوضه بيلاقي عميله من المنظمه الشريره بتدخل الاوضه بتاعت كينيدي بس مش بتلاقيه هناك، وبيدخل عليها وايت بسرعه. بيبدا الاثنين يتخانقوا وقبل ما يوصل الامن بتهرب العميله وبتقدر وايت انه يخرج من المشكله اللي عملها في المستشفى بعلاقاته. وبنروح على الحفله واخيرا وصلوا كلهم الحفله وتصوروا ونزلوا صور ليهم مع كينيدي من جوه الحفله. وهناك بيفضل ماشي كينيدي بيقول لاي حد يقابله انه مخطوف من الماضي في آلة الزمن. وبعد ما الخبر اتنشر بتاخده صاحبته الجديده علشان تبعده عن الناس ويعرفوا يحتفلوا هم، وبتروح على اوضه بيفضلوا يتكلموا عن الادب والشعر. وبيعرف الاثنين ان بينهم حاجات مشتركه كتير. وبتقلب البنت في الايباد بتاعها عن كينيدي وهو صغير وبتلاقي الصوره ليه وبتقارن الاثنين ببعض وبتلاحظ الشبه الكبير بينهم. واخيرا بتصدقوا انه فعلا مسافر في الزمن. وهنا بيبدا حلقه استغراب تانية من كينيدي لما بتوري له صورته على الايباد وبتقول له انه رئيس امريكا، وبتوري له صفحه عنه على ويكيبيديا وبيفضل يقرا عن حياته فيها وبيسالها عن لو الايباد عنده اي معلومه عن اخوه. فبتعمل عنه بحث وبتقول له انه خرج من الجامعه ودخل البحريه وراح في الحرب العالميه الثانيه وما رجعش بسبب النازيه اللي قتلوه. وبتلاقي صفحه تانية عن عيلته كلها وتبدا انها تقرا عن اخته واخوه وعن باقي عيلته اللي ماتوا كلهم في سن صغير وفي حوادث، حتى هو نفسه اللي مات على ايد واحد مجهول. ولما بتحس انه زعل بسبب الاحداث الكتير الوحشه اللي هتحصل لعيلته بتقرر انها تدعمه بكلام عبيط من اللي هو انت مش لازم تستسلم وانت تقدر تغير حياتك وكلام من ده. وفي الوقت ده بيكون وايت بيدور في المنطقه كلها على اي اثر لكينيدي بس مش بيلاقي له اي اثر. فبتيجي فكره لوسي انه بما انه مع شويه مراهقين في حفله فاكيد بينزلوا صور على الانستجرام واكيد كينيدي دي طلع في واحده من الصور دي. ولما بيسمع وايت ده بيكلم الفريق التقني بتاعه بيقول لهم على الفكره عشان يدوروا على صور انستجرام في الفتره الاخيره لو طلع في اي صوره منهم. وفعلا بيقدروا انهم يوصلوا لصوره طلع فيها كينيدي وبيجيبوا المكان اللي اترفعت منه الصوره وبيبعتوا لوايت وبيروحوا على هناك. وكينيدي بيكون مكتئب في الحفله بعد ما عرف ان عيلته كلها هتموت واللي هيحصل لهم. وبيفضل يشرب وبتحاول البنت انها تخفف عنه فبتوري له عمله محفور فيها وشه بس ولا بتاثر فيه. وفجاه بيدخل عليهم وايت وبيقول لكينيدي انه لازم يجي معاهم فبيوافقوا كينيدي وبعد كده بيقوم زائق وايت وطالع يجري منه. وفي وسط زحمه الحفل بتطلع العميله اللي شفناها في المستشفى بتحاول تقتل كينيدي بس بيجي وايت بسرعه وبيضرب عليه نار فبيطلع يجري كل المراهقين من الحفله. وفي الزحمه دي بتهرب معاهم العميله بعد ما اتصابت. ولما بيشوف كينيدي كده بيعرف انهم مش اشرار زي ما هو فاكر وجايين يخطفوه. بيقرر انه يروح معاهم وبيودع البنت اللي اتعرف عليها وبيروح معاهم على القاب. وهناك بيعرفوه ان اي حاجه عارفها او شافها هنا ما يحكيهاش لحد وانه يحاول يسيب كل حاجه ماشيه زي ما هي وما يغيرش حاجه من الاحداث زي تاريخ موته مثلا. وبيدخلوا للجهاز وبعد ثانيه بيرجعوا تاني فبيسالوا من العميل لو يعرفوا مين كينيدي وايه التاريخ اللي مات فيه فبيردوا عليه طبيعي. فبيتاكد انه التاريخ مشي زي ما هو ما اتغيرش فيه حاجه. وبيخلص الفيلم على الفريق وهو بيجهز لمغامره جديده. خلصت الحدوته لكن لسه في حواديت كتير جايه. فلو عجبك الفيلم بقى انزل اعمل لنا لايك واشتراك في القناه وفعل الجرس علشان توصلك حواديتنا الجديده كلها. ونشوفكم على كل خير في حدوته تانيه. سلام.